السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. نتمنى تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم معكم كيكة رائعة جدا سهلة، كتجي خفيفة اسفنجية، كتجي ولا اروع. مكونات اقتصادية متوفرة في كل بيت كما تعودنا دائما، والاهم انها ناجحة وبمكونات بسيطة. غادي نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. في اناء غادي نوضعوا قبصة ديال الملح، كيس من سكر فاني، غادي نوضع 2 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ونصف كأس من سكر حبيبات. غادي نخلطوا المكونات جيدا حتى كيندمجوا مع بعض. ضروري ما نخلطوا السكر والبيض حتى كيبدا يتغير لنا لون البيض. كما شفتوا معايا غادي نستعمل غير الضراب اليدوي، يعني هاد الكيكه ما كتحتاجش شي مجهود. غادي نضيف تقريبا نصف كأس من الزيت، اقل من نصف كأس من الزيت، ونخلطوا مع المكونات. وغادي نضيف نصف كأس من الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ. صافي، ونخلطو حتى هو مع المكونات مزيان. اي مكون ضفناه كنخلطوه مزيان حتى كيندمجوا جميع المكونات. عندي هنا كأس من الدقيق الابيض، من الاحسن يكون نوعيه جيده، سبق لي وغربلته. وغادي نضيف عليه كيس من الكاكاو المر، وغادي نضيف تقريبا نصف كأس من الدقيق. غادي نضيفه بالتدريج، ما نضيفوش دفعه واحده. وعندي هنايا كيس من خميره الحلويات بوزن 8 غرام. ضروري ما تغربلوا الدقيق باش كتنجح معكم الكيكه. صافي، غادي نخلطهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعض. وغادي نضيف ما تبقى من الدقيق ما تضيفوش دفعه واحده، ضيفوه بالتدريج باش كتحكموا في القوام ديال الكيكه. صافي، كما شفتوا معايا من بعد ما خلطتهم مزيان، هذا هو القوام ديال الخليط ديال الكيك، كيكون على هذا الشكل. عندي هنايا ملعقه كبيره من الخل. صافي، غادي نخلطها مزيان حتى كيندمجوا المكونات كلهم مع بعضياتهم. دابا غادي نجمع الجوانب ديال الخليط ديال الكيك باش كنتفاداو اي حبيبات او كويرات. كما شفتوا معايا هذا هو القوام ديال الخليط، كيكه سهله وبمكونات اقتصاديه. دابا جبت مول اللي سبق لي ودهنته بالزبده ورشيت عليه القليل من الدقيق الابيض. غادي نوزع فيه الخليط، وغادي ندخلو الفران اللي شاعل من الاسفل فقط على 160 درجه. صافي، وغادي نخليو الكيكه ديالنا حتى كطيب من الاسفل وكتطلع، وكنشعلوا الفران من الفوق باش كطيب من الوجه ديالها. من بعد ما طابت الكيكه كما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديالها، كتجي خفيفه بزاف اسفنجيه. الا بغيتوا تسقيوها سقيوها، انا ما سقيتهاش لحقاش كتجي الكيكه كتجي خفيفه بزاف. غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه. عندي هنايا نصف لتر من الحليب. للامانه انا استعملت نصف لتر وكأس من الحليب، ضفت كأس من الحليب، ما تصورش معايا داك المقطع. صافي، غادي نضيف هنايا كيس من الفلون بنكهة الكراميل، وجوج ملاعق كبيرة مملوءة جيدا من الكريم باتيسير. صافي، غادي نخلط الكل على البريد وغادي نوضعهم فوق النار حتى كيعقد الخليط، حتى كيطيبوا مزيان يعقد الخليط، وكنطفيو عليه مع التحريك المستمر باش ما كتلصقش الكريمه. صافي، كما شفتوا معايا هذا هو القوام ديالها. غادي نضيف عليها تقريبا ملعقه صغيره من الزبده وجوج قطع من الشوكولاته، جوج مربعات، وهاد المرحله اختياريه. صافي، غادي نخلطهم مع حد الكريمه باقيه سخونه باش كيذوبوا بسرعه. وغادي نوزع الكريمه فوق طبقه الكيك وهي باقيه سخونه قبل ما تعقد. صافي، وغادي نخليها على جنب حتى كتبرد مزيان وكتماسك. عاد غادي ندوزو لمرحله التزيين. من بعد ما بردات الكيكه والكريمه خليتهم حتى بردوا مزيان، انا جبت هنا 4 قطع من الشوكولاته الابيض اللي سبق لي وذوبتهم، وغادي نضيف عليهم علبه من الياغورت بنكهه الكراميل. هاد المرحله اختياريه، تقدروا تستغناو عليها. صافي، غادي نخلطهم مزيان. كما كتشوفوا معايا درت 4 قطع فقط من الشوكولاته الابيض وعلبه من الياغورت.
صافي غادي تخلطوهم مزيان وغادي نوضعهم مباشرة فوق الطبقة ديال الكريمه اللي خليتها حتى بردت مزيان. صافي غادي نوزعها جيدا ونقادو الوجه ديالها، وكما قلت لكم هذه المرحله اختياريه، تقدروا تستغناو عليها. التزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حسب اللي متوفر عندكم. صافي من بعد ما قديت الطبقه ديال الياغورت ديال الكريمه، غادي جبت هنايا شوكولات، ماشي شوكولات، دانون بنكهه الشوكولات، ياغورت بنكهه الشوكولات، وغادي نوزعو ندير خطوط كما كتشوفوا معايا. كلشي واضح في الفيديو. غادي نوضع خطوط على هذا الشكل، غادي نبقى نزينهم على شكل ملفاي، تزيين بسيط وسهل وسريع. تقدروا تعوضوا الياغورت ديال الشوكولات بالشوكولات ديال الدهن الا ما كانش متوفر عندكم. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل التزيين ديالها. من بعد ما كملت التزيين كما شفتوا معايا مباشره قطعتها معكم. صافي على هذا الشكل، والحجم ديال القطع على حسب الاختيار ديالكم، تقدروا ديروهم صغار ولا كبار. وغادي نشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رائعه جدا، سهله وسريعه ولذيذه، والاهم انها ناجحه. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديال الكيكه اللي وجدت معكم. كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه، لا في الشكل ديالها ولا المذاق، خصوصا بطعم الكراميل كتجي ولا اروع. سهله وسريعه التحضير، والاهم انها اقتصاديه وناجحه من اول تجربه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتنجح معكم، وتبقاو على خير.